شبح سجن أبو غريب يظهر من جديد، لكن هذه المرة جنوب اليمن. إنها سجون أبو ظبي السرية. نحو 18 سجناً إماراتياً تضم أكثر من 2000 معتقل، بينهم أطفال، تتواجد في عدن والمكلا وحضرموت وسقطرى، وسجن آخر في قاعدة إماراتية بميناء عصب الإريتري. تتوزع سجون أبو ظبي السرية بين قواعد عسكرية وموانئ ومطارات ومبانٍ حكومية وسكنية وفنادق وملاهي ليلية، بعضها تديره قوات أبو ظبي، فيما تدير الباقي قوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني المدعومة من أبو ظبي. من هنا مروا، وهنا عذبوا، وهنا لقي بعضهم حتفه وأخفيت جثته. في من ضمن التعذيب اللي يعذبون نحن في دكتور يسمونه الدكتور الإماراتي مختص بالتعذيب بس. تنوعت أساليب تعذيب المعتقلين من ضرب وصعق بالكهرباء واعتداء جنسي وشي على النار. يشيلونه من هنا يدخلونه لهنا، تسمعي صراخ آخر الليل، صراخ صراخ صراخ. وقد اتهمت القوات الأمريكية بالمشاركة في حفلات التعذيب تلك، إلا أنها نفت ذلك. ملف سجون أبو ظبي السرية لن يقفله نفي الإمارات لوجود تلك السجون، ولا إنكار أمريكا مشاركتها في التعذيب. قصص التعذيب تعيد نفسها دوما، يفرغ الجلاد عقده في الضحية ثم يمضي، لتبقى وصمة العار تلاحق الجميع، مجتمعا مدنيا، ضحية، وحتى جلادا.